وحشتوني 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 قد الدنيا، بحبكم حب. عايزه اقول لكم اليوم اللي مش بنزل لكم فيه فيديو والله العظيم بتوحشوني، رغم ان انتم ما بتتفاعلوش معايا وما بقيتوش بتكتبوا لي كومنتات زي الاول، بس انا عارفه ان كنتوا بتتفرجوا على الفيديو وبتحبوني زي ما انا بحبكم. طبعا احنا لسه مكملين في المنيو بتاع الدلع، اللي ايه بقى ان احنا بنعمل الوصفات يعني بصوا الشهر ده كله دلع، بنعمل الوصفات كلها اللي جوزي بيحبها. طبعا انا عمري ما عملت له البروستد في البيت، دايما بعمله لماما واخواتي، ما بيصادفش خالص ان انا اعمله لجوزي. فانا قلت اقوم كده اوري له شطارتي واعمل له كده حاجات حلوه من اللي هو بيحبها، وزي ما احنا متفقين سر الوصفه ان هي تكون زي المطاعم، والطعم والتست اعلى واحلى وانضف كمان. هنعمل ايه؟ جبت فرختين، طبعا عايزه اقول لكم قمت الصبح بدري حطيتهم في طبق كبير، حطيت عليهم دقيق، وحطيت عليهم ملح، حطيت عليهم ليمون. اوعي تحطي خل على الفراخ بتثبت الزفاره، وحطيت طحينه وحطيت طماطم وحطيت التوابل. خدوا بقى السر من الشيف غزل. ايه هو يا غزل اتعلمت ايه؟ انتوا عارفين ان انا لما درست مؤخرا وخدت الكورسات وكده زي ما عرفتكم ان هم طلعوا بيغسلوا الفراخ بينقعوها شويه بقرفه. بقرفه يا غزل؟ والله العظيم بقرفه. طب وايه تاني؟ وتحطي كمان شويه جنزبيل وفلفل اسود. الحاجات دي انتي متاكده ان احنا نغسل بيها الفراخ وننقعها بيها؟ جربي، جربي بقى وهتدعيلي وهتتابعيني وهتعملي الوصفات زي ما بقولك عليها، وما تخافيش، مش عايزاكي تقلقي ان انت تجربي الحاجه. اول حاجه، انا واحده بحب اعمل الحاجات في البيت، اعمل كل الوصفات بس بطريقه تكون حلوه وتكون نظيفه وتكون هيلسي. يعني ايه؟ ما هو اصلا البروستد ده يا بنتي داخل فيه دقيق وحاجات وكده، بس هنخففه شويه. بمعنى انا بقى قطعت الفرخه على 8 وخالتها من الجلد كله، تمام. مش عايزه تخلي الجلد براحتك، انا شلت الجلد كله ما خليتش فيها اي حاجه. طبعا الحاجات الزياده الوحشه دي شلتها ونقعت الفراخ تاني، تمام. بعد ما قطعتها هنجيب حله بقى علشان نعمل طريقه حلوه قوي قوي للبروستد. هتحطي فيها بصلايه كبيره، هتحطي فيها مكعبين مرقه، هتحطي توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كاري وكركم، ملح وفلفل اسود، وكمان شويه من الزعتر وحبهان وورق لورا، تمام. وبتقلبي الكلام ده كله مع بعضه، وبعدين الفراخ كده تكون مثلا نقعناها ساعة تاني، وبننزل بيها بنديها نص سلقة، تمام. هقول لكم التوابل تاني بسرعة: كاري، كركم، رشة بابريكا، ملح، فلفل اسود، وبتحطي زعتر، وبتحطي ورق لورا، تحطي حبهان. الحاجات اللي الورد المجفف اللي بتيجي من عند العطار، الحاجات دي بتدي نكهة حلوة قوي وريحة حلوة قوي في الفراخ، تمام. جينا نحط بقى نعمل الخلطة بتاعة الفراخ اللي هننزل بيها. بتجيبي كوباية دقيق، يعني على قد الكمية شوية دقيق، بتحطي عليهم 3 معالق نشا، بتحطي توم باودر، بصل باودر، نفس التوابل تاني، ملح، فلفل اسود، رشة من البابريكا، كاري، كركم، وبهارات الفراخ ما تنسوهاش، و3 معالق نشا زي ما قلتها لكم، تمام. وركنت الكلام ده على جنب، وحطيت كمان فيه كم معلقة كده كبيرة من الهوت صوص اللي هو الجاهز. انتي مش عايزاه سبايسي براحتك. هعمل الدريسنج واركنه على جنب بتاع سلطه كولسلو. علبه زبادي عليها حوالي يعني زي ربع كوبايه مايونيز. هتحطي سكر 6 معالق سكر، هتنزلي بمعلقه خل كبيره، وبتقلبي الكلام ده كله وبتسيبيه على بعضها. وللعلم يا بنات، لما درست اكتر في الموضوع عرفت ان الطريقه الاصليه للكولسلو السكر مش العسل. عملتها معاكم في رمضان وقلت لكم. هنعمل بقى البطاطس. طبعا انتوا بتحبوا اكياس الشركات بتاعه البطاطس، صح؟ كلنا بنحبها. طب ما تيجوا نعملها مع بعض. هتعمليها ازاي يا غزل؟ ده يمكن هي يعني ناس بيعملوها بس ما يعرفوش ايه التركات بالظبط. هقولك: قطعي البطاطس، طبعا بطاطس تكون خاصه بالتحمير، تمام. هتقطعيها وتقطعيها صوابع. احنا بناكلها في البيت الصوابع الرفيعه، تمام، زي اللي بتيجي. انا عملت معاكم مع البرجر، كنت جايبه كيس جاهز. في اليوم ده كنت مكسله بصراحه فاشتريت كيس جاهز، وانا قلت انا كل مره الكيس ده عامل 70 جنيه، 75 جنيه كمان الكيلو، وانا كل مره هعمل كده؟ لا، كيلو بطاطس ب10 جنيه وعندي في البيت. قلت بقى اجيبها واعمل. هو انا درست على الفاضي؟ ما انا لازم اطبق ولازم اشتغل بقى، ولازم اعمل لكم كل الحاجات الحلوه اللي انا اتعلمتها. هنقطع البطاطس كده. انا عايزه اقول لكم ان انا مقطعاها مسطره كلها طول واحد وحجم واحد وكده.
هنزل بقى بالفراخ بعد ما شطفتها كويس. كنت نقعها بالطماطم وبالدقيق وبالملح وبالليمون وبالطماطم، بتقطعيها كده عليها، بتسكرها وملح، حطيت عليها وفلفل اسود، وحطيت عليها قرفه، وحطيت عليها جنزبيل. كنت نقع الفراخ. جبت بقى كاتل مليان ميه سخنه وهسيب فيه البطاطس شويه. متاكده يا غزل؟ ايوه متاكده. تمام. جيت في الوقت ده اضرب الكابوتشا وللعلم الكول سلو بيتعمل بالكرنب اللي هو الابيض مش الكابوتشا، ده كان حته كرنب كده عندي. المهم صفيت البطاطس من الميه السخنه وحطيتها في ميه ساقعه متلجه وعليها مكعبات تلج، بس كده. بتسيبيها شويه وبعد كده بقى بتحمريها عادي، ودوقي الطعم يا ست الكل. في الوقت ده بتحطي لها معلقه خل عشان ما تشربش الزيت خالص، وده تيست مهم جدا قوي طريقه البطاطس دي. جبت بقى طبق فيه تلج وحطيت نزلت بالفراخ، بديها شويه في التقليبه الخلطه بتاعه الدقيق، وكمان حطيت من ضمن الخلطه دي، عارفين الاكياس اللي هي في هايبر او من عند اي عطار مكتوب عليها لتحمير الدجاج، ان هو يعني بيديله قرمشه وكده، من عند اي عطار على فكره. وما عندكوش دقيق بس ونشا وزي ما عرفتكم يعني الخلطه. بس الاكياس دي موجوده على فكره ب35 جنيه او حاجه. كانت الكميه بدات تخلص بتاعه الدقيق، فكان حبيبه بتنزل لي كيس اللي هو بتاع خلطه الدجاج الجاهزه دي مرسوم عليها بروستد وكده. المهم بتنزلي في الدقيق وبعد كده تنزلي في الميه الساقعه وفيها مكعبات تلج، وبعد كده ترجعي للدقيق وحسب بقى الكفر انت عايزاه كام مره. هنا كان الكرنب اهو قطعته حتت صغيره خالص، ضربته في الكبه. بعد كده هجيب كام واحده الجزر ونبشرها، وبعد كده ننزل عليها بدرسنج وبس. وهي دي سلطه الكول سلو سهله جدا. وكمان جايبه عيش كايزر هقدمه معاها وبيبسي، وكان احلى غدا واطعم غدا. وعايزه اقول لكم انا جوزي انبهر جدا جدا جدا، فرح بالاكل مش متخيل الطعم والتست، والفراخ من جوه بيضه بصوا ومستويه جدا، طبعا مدين لها نص سلقه، وريحتها مع الحاجات العطريه اللي حطيناها في ميه السلق. بقول لكم خلطه في منتهى الجمال بجد، جربوها هتعجبكم قوي، هتدعولي. الشكل حلو قوي، بس انا في الاخر جيت بجد تعبت قوي، فرهطت ان انا ما قدرتش ان انا اكل معاكم. هوريكم بس الشكل وشكل التقديم. اعملي زيي، حافظي على بيتك، حافظي على جوزك، ابهريه، فرحيه، اعملي له كل حاجه في البيت. ما تخلوهوش كده يبقى عنده فرصه 1% ان هو يبص لبره لاي حاجه، حتى لو اكله يعني يتمناها. ان هو مثلا راح عند صاحبه وشاف الاكله دي عنده وقال يا ريت مراتي بتعرف تعملها. انت عروسه لسه متجوزه بقالك كتير، خليكي شاطره في بيتك، حافظي على بيتك، حافظي على جوزك، وبس كده. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.